الفتة اساسي في العيد، تعالي نعملها، بس اهم حاجة نعمل شوربة حلوة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. الحلة سخنة على النار، لو في قطع ليا هنحط ليا، لو مفيش يبقى هنحط معلقة من السمنة. وبعد كده ما تسخن كويس جدا وتنزل الدهون بتاعتها شوية، هنحط بقى اللحمة وورق لورا وحبهان وقرنفل وكباب صيني، ونسيبها شوية. وبعد ما تاخد صدمة على الجهة دي نقلبها على الجهة التانية. بعد ما خلاص بقى تاخد صدمة على الجنبين، بنحط بقى الخضار اللي احنا عاوزينه، جزر بصل طماطم ومية مغلية غلوة، وهتلاقي طلع الريم والرغاوي دي لازم نشيلها ونغطي عليها، بس لازم تبقى مواربة شوية. وبعد اول غلوة نحط الفلفل الاسود، وما تقرب تستوي هنحط الملح، وهتاخدي احلى شوربة بالشكل الحلو ده. العيش بتاعنا بقى عشان الفتة مقطعاه بالشكل ده، هحط له زيت، رشة من الزيت وملح وكمون، وهقلبهم كلهم مع بعض. بجد احلى حاجة للعيش، هيبقى خفيف على فكرة مش تقيل، جميل جدا. هدخله فرن سخن والرف الاوسط، ومن الوقت التاني لازم اقلبه لغاية ما يبقى مقرمش معانا وجميل. هنعمل الرز، حلة على النار ونسخنه، ونحط زيت ومعلقة من السمنة وكام فص من المستكة، وهنحط كمان ورق لورا وحبهان. الحلة هتسخن والمستكة هتدوب، وبعد كده هننزل بالرز، هنقلب بقى ونشوح فيه لغاية ما المية كلها اللي فيه تتبخر. هنحط كمان رشة من الملح ونفضل نقلب لغاية ما المية تتبخر، وعشان كمان يفلفل ويبقى جميل جدا. هنحط بقى مية مغلية وشوربة، مقدار السوائل بيكون عقلة صباع فوق مستوى الرز، بغطي عليه وبسيبه، وبعد الغليان بوطي عليه لغاية ما يستوي. هنعمل بقى دقة الفتة والصلصة، هنحط معلقة من السمنة، واول ما تسيح هننزل بالثوم، معلقة ثوم كده كبيرة محترمة، هنقلب فيها بقى لغاية ما توصل للون الذهبي شوية، مش عايزينها تغمق. وهنحط لها كمان معلقة من الكزبرة الناعمة وتقلبتين، وهنحط تلت كوباية من الخل، وبعد كده هنزود شوربة ياخد غلوة على النار. بعد كده هناخد جزء منه هنشيله، والباقي هنحط عليه الطماطم المعصورة. هنحط رشة السكر ورشة من الملح، ونسيبها بقى تاخد غلوة كده بقى على النار، مش هنغطي عليها خالص عشان الصلصة ما تغمقش مننا. هنسيبها بقى لغاية ما تتسبك، يعني تتقل معانا. وبعد كده هنعمل الفتة، هنحط العيش اللي احنا قرمشناه وعليه الشوربة، بس مش كتير عشان احنا عاوزينه يفضل مقرمش. وبعد كده الدقة اللي احنا عملناها، وبعد كده هنحط الرز. في ناس بتحب تحط صلصة على العيش، بس انا لا، انا بحب الصلصة فوق بس. بعد كده هنحط الصلصة بالشكل ده، كده كده تبقى جاهزة معاكي. انا بحب احط بقى العيش على الوش كده من فوق، بيدي شكل حلو برضو. هنحط كمان دقة كده بالشكل ده، تقدري تزودي شوربة زي ما تحبي، بس انا بحب العيش مقرمش زي ما قلتلك. اللحمة تقدري تحمريها في السمنة او تخليها مسلوقة، دي على حسب الرغبة. كنت عاملة كمان ممبار، اتمنى تشوفي الفيديو، هيعجبك جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.